نقشری آزادیه ایرو بویا سر سبب آزادیه بملیونان کسا بدل گرتنا ری براپو قفلو و سیاست و هدف و ارمانج و حبوب ولا هدا درخستن ام دبیجن لی سر آخا روجاوه کردستانه دقا مشلوکا بینه سر ناوی بقا گلی ام دبیجن او بر خدانا کو ایرو نها لی امرانی لی دخا لی جای کردستان لی دخا لی حوارچر پرچه کردستان لی دخا کو ایرو نها لی زیندان باکوری کردستان لی دخا ویلو فلسفه ری برابوا جبوه قبلو والا درکد ده ساعت الخواه دسپیگی اف قبلو والا درخست ویواری والا درخستن جی جبر کو سرکفتن یا فلسفه ری برابوا فلسفه کو ویداوی رامانوی یا کو دبیجه خلاصیا گلان به هوا امه به فکر و فلسفه نتوا دموکراتیک بکار بین رجلاتکی نابین آزاد به فکر و فلسفه ری برابوا ریابات بکن یا کو نهایی رو لبر خود دو جناکر و مینکش همو جنارا هر کسک با عین قیلی بکو ظالم واتیا جن جان آزادی یکو خودیه به فلسفه ری برابوا او فلسفه ایرو لهر برید بر خود ده ام ده بیجن بجی
Canada. Milyon dile dayikan, beni şoya serkettiri, bir kere cana dile bayıgın. Hem de havre bir yerden gibersin, be serok jiyan nabe. Be serok jiyan nabe. شعبنا المقاوم، شعبنا الذي شرب من نبع فكر الحرية والإرادة وفلسفة الأمة الديمقراطية. الشعب الذي كان متعطشا لهذا الفكر الحر، لهذا الفكر الديمقراطي، نبع فكر وفلسفة القائد أبو. نحييكم جميعا ونبعث تحية من هنا من قامشلو، من قلب روجافا، باسمكم جميعا إلى سجن إملاري، إلى مدرسة المقاومة للقائد عبد الله أوجلان. في عام 1992 بدأت مؤامرة من قبل القوى المتآمرة والقوى المستبدة التي تحاول دائما كسر إرادة الشعوب وتحاول وتحارب أي مشروع ديمقراطي وتحارب إرادة المجتمعات. فقائد عبد الله أوجلان كان منبعا لهذا الفكر من أجل خلاص الشعوب من العبودية، من أجل خلاص الشعوب من الظلام، من أجل بناء حياة حرة وكريمة. فكان هاجس هذه القوى وتخوفهم من هذا الفكر، من هذه الإرادة، فكان الاتفاق وبدأ المؤامرة الدولية على القائد. واستمرت هذه المؤامرة والاتفاق حتى تم في 15 شباط من عام 1999 بتسليم القائد إلى الفاشية التركية. حاولوا من خلال هذه المؤامرة كسر إرادة شعوب المنطقة بكردها وعربها وسريانها وكل من عرف القائد وكل من شرب من نبع الفكر القائد. لذلك استمروا بهذه المؤامرة وحاولوا بكل إمكانياتهم أن يكسروا إرادة الشعوب من خلال شخص القائد. إلا أن المدرسة التي تدرب فيها الشعوب في كردستان عامة وخاصة في سوريا كانوا قريبين من القائد وكانوا أوفياء لفكره ولعظمته، حيث شعبنا في كردستان والعالم أجمع بمقاومة بطولية، حيث أصبحوا جسرا وأصبحوا كلهيب أما حول القائد لكي تفشل هذه المؤامرة. وأيضا القائد بمقاومته في سجن إمرالي بفكره استطاع أن يفشل هذه المؤامرة. إلا أن خوفهم من هذا الفكر كان استمرارية لتجريد العزلة على القائد أبو. هذا التجريد والعزلة المستمرة على القائد هي استمرارية للمؤامرة على إرادة الشعوب والفكر الحر والمشروع الديمقراطي. واستطاعوا وحاولوا بكل إمكانياتهم ضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا من خلال مشروع الأمة الديمقراطية، مشروع القائد أبو. إلا أن شعبنا وبمقاومته وتمسكه بقائده وتمسكه بمشروعه الديمقراطي
أصبح أملا لجميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية. واستمرارية لهذه المؤامرة كانت في عام 2019 في مثل هذا اليوم، الهجوم البربري للفاشية التركية ومرتزقتها على سريكانية وجريسفي. حاولوا من خلال هجومهم واحتلالهم وارتكابهم للمجازر والإبادات بحق شعوب المنطقة كسر المشروع الديمقراطي وإرادة الشعوب. وهذه المؤامرة مستمرة من خلال محاولاتهم لضرب الأمن والاستقرار وضرب مشروع الإدارة الذاتية. والقوى المتآمرة التي تعاونت وتآمرت على القائد آبو، هذه القوى اليوم نراها على الأرض تتآمر على مشروعنا الديمقراطي باستهدافهم وصمتهم أمام ما ترتكبه الدولة التركية بحق شعوب المنطقة. فهذه القوة تآمرت على القائد واليوم يتآمرون على مشروعنا الديمقراطي، لأنهم يسعون دائما إلى ضرب أي مشروع ديمقراطي حر، يحاربون الإرادة الحرة للمجتمعات. لذلك علينا جميعا أن نكثف من نضالنا من أجل حرية القائد آبو، فحرية القائد آبو هي حرية الشعوب المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية وكسر العزلة على موال خرقوفن قامشلو عند بيشن بموك ميلة شبه بكبوكا كاشتية عند ياري تدكن ربر إنسانيته ربر آزادية ربر هرقلكي خديها آشتي وآزادي خوزة شو عمرك لما آزادي يشان مسكين يجي ملشان مسكين يجي ملشان